طبعا انا من زمان لما فكرت اعمل فيديوهات، واحنا متفقين من الاول ان انا الفيديوهات ملهاش علاقه بماتش الاهلي اللي لسه خلصان، ممكن يبقى ليه علاقه بماتش الاهلي اللي لسه جاي او الاهلي هيبدا بموسم، بس ممكن هكون بتفرج على ماتش للاهلي كده وفي لقطه تحصل تفكرني بحاجه تخليني افتح موضوع نقعد نتكلم فيه في الكوره عشان نفيد الاهلي برضه ونستمتع احنا. عندي مبدأ ماشي بيه كده من ساعة ما بدأت اتفرج على كورة، وهو انك ما تمسكش في اللقطة الأخيرة وبص على اللي وصلنا للقطة الأخيرة، سواء بقى مدافع غلط في كورة أو مهاجم ضيع جون. هتقولي طب مدافع غلط في كورة وفهمناها، انما مهاجم ضيع جون ده ما امسكش في زمارة رقبته ليه؟ هقول لك يا عم امسك في زمارة رقبته واعمل اللي انت عايزه فيه، بس الأول شوف هل لو ما كانش هو في الحتة دي أصلا كان زمان الهجمة دي حصلت أصلا؟ يعني ساعات تبص الكورة في هجمة كده تقول ان هو لو ما كانش اللعيب ده اتحرك التحرك ده وراح للحته دي، هو الهجمه دي كانت هتكمل اصلا ولا كان هيبقى في هجمه من اساسه؟ فما يبقاش الراجل اتحرك تحرك غير متوقع وما كسلش ووقف في مكانه ولا وراح خلق هجمه، بس ربنا ما وفقوش في اللقطه الاخيره فراح انا مستحل دمه بقى. وكان خير مثال اللي انا بقوله ده كان ازارو، وحاليا في الوقت الحالي طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر ده المتسبب الاول لمعظم اهداف الاهلي الفتره اللي فاتت. اخر موسمين للاهلي طاهر ده تسبب في شويه اجوان للاهلي في ماتشات مهمه بسبب التحركات اللي بيتحركها وخطف المساحات اللي بيعمله. المهم مش عايز اطول في اللقطه دي، وعايز اقول لكم على اللقطه اللي كانت في الماتش اللي فكرتني اتكلم في الموضوع ده، واللقطه بتاعت غلطه كريم فؤاد في الجون الاولاني بتاع مودرن. الجون ده فكرني بغلطه منعم ومعلول في الجون بتاع نهائي افريقيا اللي كان قدام الوداد من سنتين في البطوله اللي خدناها في ماتش الذهاب اللي كان هنا اللي خلص 2-1. الواحد اللي الوداد جابه ده منعم ومعلول غلطوا غلطه مركبه كده تسببت في الجون، والمفارقه الغريبه ان كان في الجونين جون مودرن الاولاني هنا وجون الوداد اللي بتكلم عنه ده الاثنين كانوا في مصطفى شوبير. في جون الوداد منعم ورط معلول توريطه في باصه مزنوقه خلى معلول اتصرف تصرف غلط وباص الكوره لجوه الملعب. ما ينفعش انا ابدا ابقى لعيب بلعب على الخط ولما اجي اتخلص من كوره او بنهي هجمه بفسد هجمه اجي افنشها اروح مفنشها لجوه، لا عايز افنش لبره. فاللي قطع الكوره من باصه معلول الغلط دي خدها ودخل جوه ال 18 وقطم وسط منعم وعملها بالعرض ودخلت فينا جول. وزي ما قلت لكم الجون كان في شوبير برضه. في غلطتين حصلوا في الجونين دول، جون مودرن في الاهلي وجون الوداد في الاهلي. كل جون فيهم حصل فيهم غلطتين. في غلطه انا بسميها غلطه متبروزه وغلطه مخفيه. الغلطه المتبروزه بتاعت اخر واحد لمس الكوره من عندنا، الغلطه دي هي اللي بتاخد السكسي والشتيمه كلها من الجماهير، واللي كانت في الوداد متمثله في علي معلول. وفي جون مودرن بقى كانت متمثله في كريم فؤاد. في الوقت برضو اللي بغلط فيها كريم فؤاد ان هو ما ينفعش لما يجي يخرج كوره او يفسد هجمه او يعطل هجمه جايه علينا، لما يجي يخرج الكوره ما يخرجهاش لقلب الملعب. عايز تخرج كوره خرجها ناحيه على الحرف، خرجها على الطرف، انما ما تخرجهاش لقلب الملعب. الغلطه المخفيه بقى في جون مودرن ده كانت من نصيب مصطفى شوبير. شوبير هو اللي باصه لكريم فؤاد باصه مزنوقه خلى كريم يتصرف التصرف الغلط ده، بس على الاقل شوبير وهو بيباصي لكريم فؤاد الباصه المزنوقه دي لو تركز معايا في الجون هتلاقيه وهو بيسلمها له بيسلمه المصيبه وبيسلمه حلها. ركز على ايد مصطفى شوبير هتلاقيه بيقول له بص ياسين مرعي هناك اهو. في اللقطه دي فعلا ياسين مرعي عمل نفسه حل واتطرف ناحيه الشمال خالص كده عشان يظهر لكريم فؤاد وعمل له حل. التحرك من ياسين مرعي في اللقطه دي كانت مناسبه جدا وحركه حلوه وبينت لي ان ياسين بيعرف يفكر في الازمات دي. تعتبر ازمه كده جوه الماتش حصل، وشوبير عمال يقول له ياسين اهو انا زنقتك بس الحل اهو، اديتك المصيبه واديتك حلها. الحل ان عندك ياسين مرعي اهو سلمها له، يا اما هيلطشها واحده يا اما هيكون هو شايف حد بقى وشه للملعب بدل ما انت يا كريم ظهرك للملعب. لكن كريم ما عملش ده ومنعم ما عملش ده في ماتش الوداد لما سلم الكره لمعلول ما قالوش في فلان او في علان، لكن على الاقل الغلطه اللي عملها شوبير في الغلطه المخفيه زي ما انا سميتها سلموا المصيبه وسلموا الحل. لكن كريم فؤاد هو اللي رفض الحل وتصرف التصرف الغلط اللي تسبب في الجون. انا لو بعمل الحلقه دي عشان اتسأل سؤال ايه هو الفرق بين ماتش مودرن اللي اتعادلناه 2-2 وماتش فاركو اللي كسبناه 4-1، هقول لك الاجابه حاجه واحده بس، ان ده ماتش لعب فيه قفشه 45 دقيقه وده ماتش قفشه ما اشتركش فيه خالص، والحلقه هتنتهي عند الكلمه دي. سلام عليكم الحلقه خلصت. يا عم لا ايه يا عم والله مش هتكلم يا عم لا يا عم. طب ناولني حاجه مسكره اشربها والله بجد، هات لي حاجه. ده ايه ده؟ قفشه ينفع ما اجاوبش؟ ايه ده؟ حتى العصير طلع حمضان، والله العصير طلع حمضان فعلا. المهم ينفع ما اجاوبش؟ بصوت منى زكي في تيمور وشفيقة.
قفشه تقريبا بعد ماتش القاضيه احنا هزرنا عشان نغيظ الزملكاويه، بس تقريبا هو واخد الكلام جد. احنا قعدنا نهزر ونأفور واعظم من لمس الكوره ومش عارف ايه وكل الكلام اللي قعدنا نقوله الخفيف اللطيف اللي قعدنا نقوله بعد القاضيه. مش لاقي تفسير غير انه صدق، ضعيف في الالتحامات، مفيش كوره ثنائيه بيكسبها. حتى اللعيبه الفلاحين اللي هو زيه لما بيجوا من الارياف كده بنقعد نقول عليهم واكلين عيش حاف، دول مربين الكتاف زي ابو تريكه كده، كنت تشوفه عامل كده بس قوي، لو دخلت فيه انت هتقع. مفيش كوره كده بيخش فيها برجوله على اللعيب اللي ماسك الكوره من الفريق اللي قدامه، عنده مبدا جواه كده، اصله اخوه يعني ما ينفعش يخش عليه ونعور بعض عشان كوره، يعني ده احنا اخوات، ده احنا حتى كنا مع بعض فريق شباب زمان، يعني مش هنعور بعض على كوره، ده اخويا. روح محمد فؤاد وجدعنه ابن البلد اللي بيلعب بيها في الملعب دي ما تاكلش عيش، وما تاكلش عيش بالذات مع فرقه زي الاهلي. وروح حماده سلطان اللي هو عايش بيها بره الملعب دي، وخفه الدم والهزار والجمال اللي هو عايشه ده، الحوارات دي كلها عايشه معانا بقالها 5 سنين من تاني يوم ماتش القاضيه. هو مشي شويه بس كده بالقصور الذاتي بعد فرحه الفوز بالقاضيه ونهائي القرن والكلام من ده، وبعد كده طفى مكن. اللوم بس على شويه الجماهير اللي كانت بتقعد تدافع عنه لما يتركن ماتشين 3 على الدكه عشان يتربى، وكانت بتتخن ودنه، فلما كان بيتركن ويجي ينزل يلعب بقى فكان بينزل بغل فيروح مسجل، يروحوا مولعين الدنيا تاني ويلعنوا اليوم اللي شفنا فيه المدرب اللي ركنه، اللي بالمناسبه هو اللي خلاه استرجل ونزل سجل، ويطالبوا بان هو يبقى في التشكيل الاساسي. ده لعيب يتركن، ده يقعد دكه، ده فالماتش اللي بعديه تلاقيه هو اساسي اول واحد في الملعب، وتلاقيه اسوأ واحد في الفرقتين، فيروح المدرب راكنه تاني. ودواخيني يا لمونه يا دواخيني يا لمونه. هي دي دورة حياة محمد مجدي قفشه من يوم 27 نوفمبر 2020 حتى يومنا هذا، والمشكلة اللي بالمناسبة حلها عنده هو بس، مش عند أي حد تاني. أنا حاسس إن أنا طلعت النص الملعب شوية صح؟ أنا محتاج أتكلم عن المدافعين لسه، أنا ما اتكلمناش على الباكين والحاجات دي. معلش ممكن نرجع للدفاع تاني؟ اتفضل نرجع. ياسين مرعي كويس، ما قلناش حاجه، قوي، لمسته للكوره معقوله حلوه، لكن في لقطه حصلت في ماتش الملعب المالي اللي كنت جبت لكم منه لقطه لديانج برده في الجون اللي تسبب فيه، في نفس الماتش ده ياسين مرعي في كوره، الكوره اتطرفت ناحيه الشمال كده اللي هي شمالنا يمين الفريق الثاني، في كوره اتطرفت، الواد الجناح بتاع الفرقه الثانيه قرر يزق الكوره ويخش هو وياسين في سبق. للاسف نتيجه السبق دي كانت وحشه جدا، انا حسيت ان عربيه نيسان صاني بتتسابق مع 27. هتقولي وانت اقصى طموحك نيسان صاني دي كده احسن حاجه انت عارفها؟ هقول لك ما هي دي المصيبه وده التشبيه اللي رعبني، لان الواد ما كانش سريع، بس لما دخل في سبق مع ياسين قال فرق عنه قوي، ولقيت ياسين بيحزق عشان يجيبه والواد فرق عنه، في نظير ان الواد نفسه مش فريره. اللي خضني بس ان لقيت ريفيرو بيلعب بطريقه اشبه شويه باللي كان فايلر بيعملها، وهي ان الاثنين مساكين بيخرجوا لغايه نص الملعب. كل ده بيبقى عشان انا ابقى زانق الفرقه الثانيه في نص ملعبها ويبقى اللعب كله عندهم. لكن يا باشا الكره اتقطعت وجايه عندنا بالسرعه اللي انا شفتها في ياسين مرعي دي، هتلحق بقى تقدر تلاعب فرقه زي صن داونز، هتقدر تجري وراهم لغايه جولنا في حاله ان الكره اتقطعت وانت المساكين بتوعك واقفين على خط النص؟ اللي بالمناسبه انا مش من ارامل فايلر خالص على فكره، والطريقه دي مش اختراع فايلر ولا اختراع ريفيرو، دي موجوده في كتب الكوره يعني. وبالمناسبه بقى كان موجود في الاهلي قبل القضيه ممكن وقبل الحاجات دي كلها، جه في مره في عز ما كان قفشه ده نجم الفرقه وكان لسه جاي من عند بيراميدز، وكان لسه جاي من بيراميدز، لقينا فايلر ركن قفشه خالص وطلعه من القايمه خالص في ماتش النجم الساحلي اللي اتلعب على استاد السلام وكسبنا 1-0 بجون اجاييه. الماتش ده فايلر ركن قفشه خالص وطلعه بره القايمه خالص، هو كان شايف فيه حاجه احنا ما شفناهاش غير متاخر. شوف انا لسه بقول انا مش من ارامل فايلر، بس الحق حق، اصل انا مش بقاوح على وجهه نظري. في لايف من اللايفات اللي كنت بطلعها بشكل عشوائي زمان من يوم ما فكرت اعمل فيديوهات واقعد اتكلم مع الناس على الانترنت، اللايف ده كنت اتكلمت فيه على ايمن اشرف، كنت اتكلمت على ايمن اشرف ان هو عنده سنه اندفاع، تلاقيه يبقى اخر واحد في الملعب ويروح مشانكل اللعيب اللي داخل علينا منفرد، تلاقيه دخل جامد في حد في وقت خطر في الماتش والنتيجه مثلا 1-0 ولا حاجه. كنت قلت الكلمه دي على ايمن اشرف، وقلت ان مش هو الوحيد اللعيب اللي في الفرقه او في مصر او اللعيب اللي نعرفه يعني اللي عنده الاندفاع ده، في لعيبه كتيره بيبقى عندها اندفاع، وضربت مثل ساعتها بتريزيجيه، تريزيجيه عنده برضو الاندفاع ده، وساعتها في اللايف ده قلت ان هو عنده الاندفاع هو اللي موجود عند تريزيجيه، بس تريزيجيه لما يندفع ويتحمس ومش عارف ايه اهو اسمه في الهجوم، فلما يضيع مش مشكله، لكن انت يا ايمن يا اشرف لما تندفع وتروح مطرود دي مصيبه سودا. تريزيجيه تحس ان هو جاي محمل نفسه شويه مسؤوليات وحاسس ان هو جاي شايل الفرقه كما لو كان الفرقه فاضيه وهو جاي يعليها. لا، هو مشكله تريزيجيه هتتحل لما يعرف ان هو النجم من ضمن النجوم، مش هو النجم اللي جاي ينقذ الدنيا.
تريزيجيه بيمسك الكوره مندفع جدا وعايز يعمل كل حاجه وعايز يشوط وعايز يرقص وعايز يعمل كل حاجه، فما بيعملش ولا حاجه. كل الكلام ده كنت قلته في نفس اللايف، بس كنت طالع اتكلم على ايمن اشرف لان كان في ماتش وايمن اشرف اتطرد، فانا طلعت مغلول قوي واتكلمت على ايمن اشرف، بس لبعض ايه ان انا ابقى رحيم عليه شويه، قلت وهو مش لوحده اللي مندفع، في لعيبه تانية مندفعه. بس كان ايه اللي عجبني في كولر للدرجه اللي خلتني غيرت اسمي من على الفيسبوك من محمد محسن لمحسن كولر؟ انا من ساعه ما بدات اتفرج على الاهلي والاهلي بيدربوا مدربين يا انجليز يا المان، انجليز زي الان هاريس والالمان زي هولمان وتسوبل. الفتره دي كان الاهلي بيتمتع باستقرار رهيب وكله راجع للمدرسه الالمانيه، مدرسه ما فيهاش فلسفه كتير، مدرسه معروف ان انا عندي باكين اهم، واحد اساسي وواحد احتياطي، والباك الشمال نفس القصه، واحد اساسي واحد احتياطي، 4 مساكين، 2 في الملعب و2 بره، مش عارف ايه، باك اللي هم بيسموها باك تو بيزكس. هو بيلعب على الاساسيات جدا، ما بيتفزلكش، مش مخترع. كولر ما كانش مخترع بالمناسبه، انا ما كنتش بحب كولر عشان هو راجل فز، لا هو راجل عنده كتاب الكوره موجود جوه في المكتبه بيفتحه، انا عندي لعيبه بيعرفوا يلعبوا بالطريقه الفلانيه، اذا هي دي الطريقه اللي احنا هنطبقها، سلام عليكم. ما كانش بيخترع، فريق عايز يبقى تقيل في الملعب، محافظ على كرة في رجله، محافظ على جونه، ما بيجيش فيه جوان فيعرف يروح ويسجل جوان. الطريقه دي فضلت فالحه مع كولر لغايه ما محمد عبد المنعم احترف. ايه الغلطه اللي كولر وقع فيها؟ ان هو كان بيعتمد جدا في وجود محمد عبد المنعم، بيعتمد عليه ان انا خط دفاع فولاذي، سجلت جون في الشوط الاولاني، معظم الماتشات هتلاقيها مشيت بالسيناريو ده، الماتشات اللي كسبناها زي ماتشات الزمالك اللي قعد يكسبها اول سنتين وبعد كده بقى يا اما يتعادل يا اما يتغلب ضربات جزاء من الزمالك، كنت تلاقي نفسك جايب جون في الشوط الاولاني والشوط الثاني بيفضل متحفظ لغايه ما في لحظه معينه يروح جايب الجون التاني، لكن دفاعك كان بيفضل قادر مستحمل الدفاع بفضل وجود واحد زي محمد عبد المنعم. الغلطه جت هنا بقى، الغلطه جت هنا لما محمد عبد المنعم خرج واحترف وكولر فضل ماشي بنفس الاستراتيجيه. الغلطه هنا انك استخدمت نفس الاستراتيجيه بدون العناصر المناسبه للاستراتيجيه، لكن محمد عبد المنعم احترف وانت صممت تستخدم نفس الطريقه، هي دي كانت الغلطه. لكن انا ما كنتش شايف ان كولر مدرب فز، مش مدرب ما بيخترعش حاجه، هو زي ما قلت لكم في كتاب كره قدم هو كان بيطلع منه ويمشي اللعيب عليه. فكرني يمكن انا مرتبط بيه يمكن شويه ان انا حسيت ان انا بتفرج على تسوبل، حسيت ان انا بتفرج على هولمان. انت هتقول لي يا عم دول المان وانت عمال تتكلم تقول المدرسه الالمانيه وما ينفعش مع الاهلي غير المدرسه الالمانيه وبتاع. المدرسه السويسريه مش بعيده، واديك لو تفتكر لو رجعت الفتره مش بعيده قوي كنت هتلاقي جروس اللي كان ماسك الزمالك في الفتره الاولى قبل ما يجي المره الثانيه دي، هو كسب الكونفدراليه مع الزمالك بنفس الطريقه، ادافع عن مرميه كويس بس يبقى عندي لعيبه بكورتين 3 اوصل للجون الناحيه الثانيه واسجل، ده اللي كان كولر بيعمله. كانت الناس بس مستغربه عن هو فرقه كبيره زي الاهلي تتعامل بالاستراتيجيه دي، لكن اهو صلاح كان بيستخدمه وفضل ينجح بيه سنتين، ما كنتش هقدر الومه ساعتها. عبت انا شخصيا عبت عليه رغم دفاعي عنه فترات طويله، انا شخصيا عبت عليه لما لقيته بقى فضل يستخدم نفس الطريقه في ظل عدم وجود محمد عبد المنعم مثلا، وخسر من الزمالك في اوقات كتيره جدا بنبقى احنا متفوقين على الزمالك بمراحل والاقي نفسي بحزق عشان اجيب جون في الزمالك، او بحزق عشان اخرج من ماتش الزمالك كسبان 1 او خارج كسبان بفرق جونين وين ما اتغلبتش اصلا، لغايه ما جه عند المره الاخيره اللي خرج فيها من افريقيا قدام صن داونز في ملعبنا بشكل سيء جدا، برضه بسبب تمسكه انه يفضل واقف في نص ملعبه، لكن ما عندكش العناصر اللي تقدر تدافع لك عن نص ملعبك بالشكل ده. اتمنى جدا امام عاشور بقى يجي، حتى ان كان زيزو ناجح وعرف يسجل جونين في ماتشين ويعمل 2 اسيست، لكن كل شيخ وله طريقه. بس يا سيدي قامت معيطه، لا انا هنتكلم بجد مش هنهزر، في كلام كتير طبعا عايزين نقوله، بس انا طالب منكم حاجه، انا عايز اللي في دماغه فكره موضوع او اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، اكتبوا لي في الكومنتات عايزين ليه ما بتتكلمش عن كذا، زي ما انا النهارده سبقت واتكلمت عن ليه كنت بحب كولر. فكروني قولوا لي انت يا عم كنت طلعت ما بتفهمش ساعه ما قلت كذا، وادي فلان اهو طلع مش عارف ايه، وانا اطلع بره، او تطلعوا تقولوا لي كان عندك حق لما قلت على فلان انه حلو لما في وقت ما احنا كنا بنقول عليه مش كويس، ونقعد نقنع بعض، اي شويه مواضيع نقعد نتكلم مع بعض. صباح الفل. روح اشوف العصير ده عامل فيا ايه بتاع قفشه.